واحد كاتب لي بيقول لي بسم الله ما شاء الله ملبسه دبل الحمام مقلوبه. يا اختي التليفون هيقع. يعني قصدي التريق يعني. بص يا باشا، احنا ما بنيجي نركب دبل الحمام بنركبها مقلوبه. ليه بقى؟ ثواني اجيب فرد واشرح لك. بص يا سيدي الحمامه عملت بيبي. احنا بنعمل كده وكده ونروح طبعا وشها على وشنا، ماشي. نروح بايدينا كده ما بين، عارفين المقص ده كده، بنروح ماسكين رجل الحمامه وبنحاول ان احنا ايه نمسكها كده. طب ايه علاقه ده، ايه علاقه المسكه بالموضوع؟ لاننا احنا لما نيجي نبص على رجل الحمام دي المسكه او العدله بتاعتنا. انا همسكها اهو باليمين، همسك دي ايدي اليمين، همسكها بايدي اليمين. ليه؟ عشان هبص على الدبله كده. استنى، الدبله مش باين اهي، استنى ثواني اهي. الرقم كده اهو، بص ادي اهي، هي في وشك اهو. ده ذكر مش نتايه اهو، هو في وشك. فانت بتعمل الرجل كده، فانت لما تعمل الرجل كده بتشوف اهو الرقم بتاعه. حلو الكلام. طيب لو هو واقف، بص حضرتك، معلش انا الكاميرا في وشي فانا بحاول ايه. بص حضرتك، لو انت بصيت كده هتلاقي ايه مقلوب، الرقم اهو مقلوب. استنى ابينها لكم. لكن بص كده الفرد لو واقف هتلاقي الدبل، ثواني هي بس عشان زغللت الكاميرا، هتلاقي الدبل ايه اهي، هتلاقيها معكوسه مقلوبه. فهو العدله بتاعتها وهو واقف هتلاقيها معكوسه. لكن لما انت تيجي تمسك الفرد زي ما انا قلت لك بتمسكه كده، فبتبص كده، مش هتمسك بقى الفرد كده وتعذبه معاك يعني. انا بس علشان كاميرا في وشي فمش متحكمه. يبقى احنا قلنا ان احنا بندرب الحمام ده عشان وقف معانا وركن على مره دي، ان احنا هنسيبه على الاقل 3 ايام ونشوف هل هيركن معانا ولا لا. طبعا انا مش حاطاله اكل لاني هديله الاكل بتاعه على الساعه 5. تمام. نشوف بقى هو، وكمان نطير. هنفتح، انا ما عنديش غير ايه 3 قصوص بس اللي بيطيروا. هنشوفهم هيطيروا ولا لا. انا كنت فاتحه لهم الصبح ما هيطيروا كده. ايه 2 طاروا دول زي ما هما، 2 بس اللي طاروا. والقصوص ديت عشان كنت فاتحه لها الصبح ما طارتش. وعندنا فرد كده هو اللي راقد، وده الغزار محضن زي ما هو. احنا بنتابع اول باول الزغاليل. برضو هوريكم الدبل للزغاليل اللي انا لبستها لهم الصبح اهي. الدبله اهي بتبقى معكوسه يا شباب، بحيث لما انت بتفرد الفرد كده تعرف تتحكم فيه وتقراه. طبعا عشان طيرت الصبح، بس هم واقفين على دراعي اهو، هم مستنيني اكلهم يعني. ده انا معجباكم تركنوا ده الادب اللي انا علمته لكم. طبعا البصل دوت انا زرعاه عشان قلت لكم ينقنق فيه. بصوا ينقنق فيه كده، هو ده رافع مناعه طبيعي. انا هحط لهم دلوقتي الاكل، بس حبيت ان انا ودولت طايرين. التاني طاير برضو اهو، طاير هناك. فين انا مش شايفاه عشان طاير بعيد قوي فمش شايفاه. كده انا بتابع معاكم التطورات اهو. في واحد لف كده ودوت التاني اللي كنت بدور عليه. هو بس اللي ركنوا عندي الزغاليل الصغيره دي. بس انا برضه هقول لكم هم ركنوا ليه. انا كنت ساعتها بنظف في البلكونه، ففي هرج ومرج يعني ما ظلمهمش، عشان كده انا قعدتهم 3 ايام. لكن هم في الطبيعي ما بيركنوش، بس قلت برضو ان يفهموا ان ما يركنوش في حته تانية. انا دلوقتي هحط لهم الاكل دلوقتي الساعه 5، وهبتدي كل يوم ما بين 5 ل 10 5 وربع عادي يعني. المهم يبقى في الرينج دوت نفس الميعاد. طبعا هم لو حدقوا في الطينه ده اسمه تحديق طبيعي يعني، مفيش اي مشكله ماشي. وده تحت زغاليله وده تحت زغاليله، مفيش اي مشكله. فانا هحط لهم الاكل. ملحوظه مهمه بقى قبل ما اقفل الفيديو، لما تيجي تحط اكل للحمام او شرب تحاول او معظم الوقت تحطه له جوه سلكته او مكانه علشان يتعود ويحفظ ان ده مكان الاكل والشرب والاقامه بتاعه.
تمام. هي معلومة بسيطة بس مهمة جدا عشان تحفظ الزغاليل او الحمام الصغير على المكان بتاعه. بصوا بصوا منظر السماء مع منظر الحمام، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. بصوا لقطة بقى، لقطة يا شباب. خدوا سكرين من جمال ربنا. في حد بيطير حمام هناك، مش عارفة باين ولا لا. يلا ده هيكمل، خد استراحة شوية وهيكمل. شايفينه بعيد ازاي؟ مش عارفة الكاميرا جايبة الكادر ولا لا. هو كده لف ورا البرج. ده بقية الحمام اللي عندي اهو، بصوا شايفينه اهو، هو بيلف. وده بقية الحمام بياخد الدورة بتاعته، اللي هو هقول لكم انهي، اللي هو ده وده وفرد من ده، ودول ما طلعوش زي ما هم اهم ابتدوا يرجعوا.